السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة جاية وجايبة لكم وصفة حلوة جدا جدا كالعادة. النهاردة هنعمل مع بعض دكر بط بطريقة سهلة وبسيطة، طعم وشكل يجننوا زي ما انتوا شايفين كده. مش كده وبس، احنا كمان هنحشي دكر البط بتاعنا بحشوة مميزة. هنحشيه فريك بالخضار، يعني وجبة متكاملة. بجد الفيديو بتاع النهاردة مفيد جدا جدا. لو انت بتخافي من العزومات الفيديو ده عشانك. هتعملي ده كربط يجنن في وقت قليل جدا، هتحضريه في دقايق وهيشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو، هيفرق معايا كتير. أول حاجة هنبدأ بالحشوة. حلة على النار وفيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي. بعد كده هننزل ببصلتين وسط مفرومين ناعم، نشوحهم مع السمنة البلدي. ننزل عليهم على طول بكيس من الفريزر بزلة وجزر حوالي نص كيلو. وطبعا ننزل بالبسلة والجزر أول ما يطلعوا من الفريزر على طول، ما نسيبش البزلة بره تفك. بعد كده نشوحهم كويس جدا مع البصل، وننزل عليهم بنص كيلو من الفريك متنقي كويس ومغسول كويس جدا ومتصفي من المية. برضو نشوحهم كويس قوي مع بعض. ننزل عليهم بالبهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من أي بهارات انتي بتحبيها، ونص معلقة صغيرة من ورق اللورا البودر. ننزل بيهم على الفريك ونشوح بقى الفريك بالخضار بالبصل مع السمنة البلدي، تشويحة حلوة جدا جدا. وطبعا دايما بقول لكم إن التشويحة بتخلي طعم لأي حاجة احنا بنعملها. وطبعا الحشوة دي ممكن نحشي بيها فراخ، نحشي بيها بط، أي حاجة حلوة جدا وقيمة غذائية عالية. بعد ما شوحناها كويس جدا، وانا طبعا بفصل الكاميرا عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم، ننزل بكوباية من الشوربة، شوربة دسمة كده وتحفة. ونسوي الحشوة بتاعتنا 3/4 سوا، لأن طبعا لسه هتتحشى في دكر البط وهتستوي في الفرن. عايزاها تستوى 3/4 سوا. موضوع سهل جدا وبسيط والنتيجة أكثر من رائعة. بعد ما الحشوة بتاعتنا استوت 3/4 سوا، هنبتدي بقى نجيب دكر البط بتاعنا ونبتدي نحشيه. بس طبعا نسيب الحشوة تهدى شوية. دكر البط زي ما انتم شايفين مغسول كويس جدا جدا، وطبعا محطوط في محلول نقع، وده عملته معاكم كتير في فيديوهات لما كنا بنعمل بط. لازم تحطوا دكر البط بتاعكم او الفراخ في محلول النقع. ارجعوا لفيديوهات البط وشوفوا محلول النقع واعملوه. حلو جدا، بينزل كل الزفارة اللي في دكر البط، اي دم اي حاجة، وبيخليه طعمه يجنن وبيفرق كتير جدا. واوعوا ما تعملوهوش لان فعلا بيخلي طعم دكر البط في حتة تانية. بعد ما غسلناه كويس جدا وصفيناه من الميه وطلعناه من محلول النقع، هنبتدي نحشيه زي ما انتم شايفين. طبعا فتحت صدره زي ما انتم شايفين من الجنبين بالسكينه شرايح شرايح كده، علشان لما نيجي نتبله وكمان لما يطلع من الفرن يكون شكله حلو. حشينا دكر البط بتاعنا بالحشو اللي تجنن، الفريك التحفه المتشوح في السمنه البلدي بالخضار، بجد طعمه حلو جدا وفي حته تانية. بعد كده هجيب حوالي 3 معالق من الصلصة، عليهم البهارات اللي احنا بنحبها، ملح وفلفل أسمر. وهبتدي أدهن دكر البط من فوق ومن تحت. تتبيلة على فكرة سهلة جدا وبسيطة وطعمها حلو قوي، وممكن زي ما قلت لكم تستخدموها للفراخ. بصوا، وصفة بتتحضر في دقايق وبجد طعمها حلو جدا جدا، وتشرف أي حد على أي سفرة. ادهنوا دكر البط بتاعكم بالتتبيلة من فوق ومن تحت، علشان يكون طعمه حلو لما يطلع. حلو جدًا ويجنن. زي ما أنتم شايفين كده إحنا خلاص دهناه من فوق ومن تحت، وحشيناه الحشوة الجبارة التحفة. دلوقتي بقى جه ميعاد التسوية. هنجيب الكيس الحراري بتاعنا اللي اتكلمت عنه كتير جدًا في التسوية، بيخليه زبدة، بيحمّر أي حاجة بتتحط فيه. بجد حلو جدًا جدًا، واللي ما جربوش خسر كتير أوي. الكيس الحراري بتاعنا وهنبتدي ندخّل فيه دكر البط. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، وبجد هتعجبكم جدًا جدًا.
أنا دلوقتي ما بقيتش أستغنى عن الكيس الحراري. طبعًا في باقي تتبيلة هنبتدي ننزّلها على دكر بط زي ما أنتم شايفين كده. نطلّع كل الهوا ونبتدي نقفل الكيسة كويس. بيكون معاه قفل طبعًا، وقُلت لكم الكلام ده قبل كده. أنا قفلته المرّة دي بقفلين لإن عندي قفال زيادة. هنجيب بقى صينية نضيفة حطينا فيها دكر البط بتاعنا وهو مقفول، هننزل بمَيّة مغلية من الكاتل، وطبعًا الفرن تكون سخنة وندخل بيه الفرن. خلال فترة السِوَى لو المَيّة نشفت هنزوّد مَيّة من الكاتل في الصينية، تمام؟ خَد معايا حوالي 3 ساعات ونُص لإن ما شاء الله اللهم بارك دكر البط بتاعنا كان كبير. هنا بقى استوى، بُصّوا الكيس الحراري منفوخ إزاي، بُصّوا ما اتفرقعش ومسوّي دكر البط بتاعنا زبدة زي ما أنتم شايفين. طبعًا الصوص اللي نازل من دكر البط ادهنوا بيه دكر البط من فوق بأي فرشة. النتيجة في حتّة تانية بجد. شايفين بقى الجمال؟ دكر البط بتاعنا مستوي زبدة، الحشوة مفلفلة وقمر وتحفة، بجد حلوة جدًا، جدًا. هتحضّريه في دقايق وتدخّليه الفرن، ولمّا يستوى تقدّميه، ما بياخدش وقت والنتيجة أكثر من رائعة زي ما أنتم شايفين كده. الفيديو بتاع النهارده حلو جدًا وممتع، وبجد لو أنتِ بتخافي من العزومات اعملي الوصفة دي مش هتاخد معاكِ وقت خالص والنتيجة تجنن زي ما أنتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله، وما تنسوش كومنت منكم حلو هيفرق معايا كتير. هنا بقى اللحظة الحاسمة واحنا بنقطع حتة من الصدر كده وشايفين الفريك مفلفل ويجنن. بجد ألف هنا على اللي كل وألف هنا على اللي هيعمل. بحبكم في الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.